قبل ما تتغرف قوتك اعرف قوة خصمك، وما تلعبش مع الغشيم. انا ما كنتش عايز اعمل اي حاجة ليها علاقة بتصريحات الزملكاوية ولا تصريحات اعلام الزملكاوي ولا تصريحات اللعيبة. النهارده الخميس ومفيش فايدة، يعني الماتش خلص يوم الجمعة، سبت حد اتنين تلات اربع. والناس قالوا لي يا جدع كفاية يا حمدي ما تتكلمش كتير، يعني كفاية عليهم قوي كده. وانا صراحة حسيت ان انا خلاص طلعت كل اللي جوايا وجبت وشهم يمين وشمال، مفيش فايدة. مفيش فايدة. الكابتن حسين لبيب التصريح بتاعه غريب قوي، يعني بيقول لك ان الزمالك اكبر قلعه في مصر. ماشي، طب ممكن بس اسالك سؤال يا كابتن حسين، معلش انا اسف. هي قلعه ولا قلعه؟ ما يعني هي لو قلعه ماشي احنا عارفين، فاهم حاجه؟ طب لو قلعه، يعني هي اكبر قلعه في مصر ازاي؟ كمساحه نادي الزمالك قد كده حرفيا، واعتقد الزمالك ملوش فرع تاني اساسا. قد كده. تمام، دخلته 50 مره قد كده. طب يعني مثلا يعني انشئ قبل الاهلي؟ لا الاهلي اقدم. طب بطولات اكتر. ف ده كمان مش عاجبه، ده بيقول لك ايه بقى اللي هيقول غير كده انا هطلعه بره الساحه الرياضيه، هطلعه بره الاعلام الرياضي خالص. طب يا جماعه هو الكلام ده ما بيجيبش تعصب؟ يعني الكلام ده ما بيجيبش يعني تعصب وفتنه؟ التصريح ده بيطلع من حد تاني غير رئيس نادي. حضرتك مدرك انت قاعد على انهي كرسي؟ طب ممكن اقول لكم حاجه تانية احسن. هو انا ما كنتش هتكلم، ما انا والله ما كنت هتكلم اقسم بالله. بس بجد تصريحات غريبه جدا جدا. ومش يعني عارف لو تصريح واقعي هسكت اقول اه صح ده ما عندهم حق، هسكت. لكن لا يا جماعه، ايه يا جماعه انتوا بتخترقوا الواقع اقسم بالله. هو يا جماعه اسالك سؤال، هو الخطيب لو طلع قال التصريحات دي الاعلام الرياضي هيعمل ايه؟ الاعلام الرياضي ايه رد فعله؟ انا عايز اقول لكم ان ممكن يعملوا فيديوهات يطلعوا على التلفزيون من الساعه 1 الظهر، يطلعوا يتكلموا لحد بالليل ويحللوا الخطيب قال ايه. لكن ده هو صوص صراصير الحقل. مفيش ده حتى. الاستاذ حتحوت لما طلع اتكلم في اون سبورت، في اذاعه اون سبورت، فجاب اسلام صادق. تمام. انا باكد على كلمه صادق. تمام. فقلت طب كويس، ده هم هيعلقوا اهو. ما نشوف بقى، يعني نشوف الدنيا فيها ايه. اكيد بقى هيبهدلوا بقى كابتن حسين بقى وكده. فلقيت بقى ايه، فحتحوت بيقول اسلام صادق، حضرتك انت تعليقك ايه على التصريح ده؟ انا قلت بقى هيقول بقى كلام بقى ما ينفعش، ولازم يحترم الكرسي، ونادي الزمالك نادي كبير. رهيب. قال تصريح رهيب. قال لي بقى، او قال تعليق رهيب، قال لي بقى بيقول لك بص اصل كابتن حسين لبيب ده هو كان مضغوط جامد، ويعني الزمالك طبعا هو مش نادي شباب سكه الحديد مثلا، عشان لعيب من النادي المنافس يطلع عشان ياخد الترند فيقول يا ابن اللذينه يا لعيب. ده لبسها في احمد بلال، يا لهوي. يا لهوي. ده ايه ده؟ ده اللفه لفها ايه ده يا لهوي يا جدعان. اه لو الخطيب طلع قال تصريح زي ده قسما بالله ما هتروحوا بيتكم، هتقعدوا قدام التلفزيون هتحللوا وتقعدوا تهزقوا في الراجل. المشطب طلع قال ايه؟ الواحد مننا ب 20. تمام، الواحد مننا ب 20. تمام. طب حضرتك لما كنتوا خدتوا من الاهلي خمسه، كان الربع بقرش ولا ايه؟ معلش. يعني كان ايه الوضع ساعتها؟ التصريحات دي يا جماعه يعني بتقلل منكم انتوا كزملكاويه. انا عايز اقول لكم على حاجه. حسام عبد المجيد مدافع الزمالك لعيب محترم، راح خد السوبر الافريقي من النادي الاهلي، وراح جه قعد قدام التلفزيون، كان مستضيف في قناه من القنوات الفضائيه، ولا قال اي حاجه خارج الطبيعي. الواد قاعد محترم كده وشال وقاعد على الكرسي كده، ولا قال كلمه ملهاش لازمه، ولا حب يقول تصريح حراق عشان يتقال عليه حراق والكلام ده. مفيش الكلام ده. انا اهلاوي اهو، بس انا طالع بقول شكرا يا حسام، انت بجد محترم، انسان محترم. يا جماعه انتوا عارفين ليه شيكابالا ده اسطوره عندهم؟ شيكابالا هو عنده مهارات حلوه لفتره معينه وخلصت. فهو عارف جمهور الزمالك قوي. فعمل ايه بقى؟
انا هعرف ازاي اكون اسطوره؟ انا هطلع اقول تصريحات عشان اكون حراق، عشان اكون اسطوره بس. طب انا اقول لك على حاجه، مهاره شيكابالا ولا مهاره حازم امام؟ فاهم قصدي؟ لا، حازم امام، ومحترم، وانسان كده الاهلاويه بيحبوه والزملكاويه بيحبوه. طب ليه مش اسطوره؟ اصل مش بيقول تصريحات حراقه. هو عندكم الاسطوره بالبطولات والمهاره والادب والاخلاق، ولا انا اطلع اشتم في منافس؟ هو انتوا بتشجعوا الزمالك عشان الزمالك، ولا بتشجعوا الزمالك عشان نكيد في الاهلي؟ فاهمين حاجه؟ اراك ضاحكه.